يمكن النظر إلى تعاقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع خوان بيتزي على أنه محاولة استراتيجية لتنشيط الفريق وتعزيز حظوظه في تصفيات كأس العالم 2026. يتمتع بيتزي بخبرة كبيرة في المنافسات الدولية وسجل حافل بالنجاحات، بما في ذلك الفوز بكوبا أمريكا 2016 مع المنتخب التشيلي، ويحمل بيتزي سيرة ذاتية محترمة يمكن أن تغرس الثقة وتعزز معنويات المنتخب الكويتي. اسمي فهد، اشترك في القناة لمعرفة كل ما يتعلق بالتعاقدات الجديدة للاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتشير التكهنات إلى أن اختيار بيتزي يتماشى مع رؤية الاتحاد الكويتي لكرة القدم في تعزيز أسلوب اللعب الهجومي والديناميكي، وهي السمات التي اشتهر بها المدرب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المعلن من الهيئة العامة للرياضة والتسهيلات المقدمة تشير إلى وجود تعبئة شاملة لضمان حصول بيتزي على جميع الموارد اللازمة لتطبيق فلسفته في اللعب وتطوير فريق تنافسي. هناك نقطة أخرى يجب أخذها في الاعتبار، وهي التأثير المحتمل لهذا التعيين على معنويات اللاعبين والنظرة العامة للفريق. فوصول مدرب مشهور يمكن أن يكون بمثابة حافز لتحسين أداء اللاعبين وجذب المزيد من الدعم من المشجعين، مما يخلق بيئة أكثر إيجابية وتحفيزا للمنتخب الكويتي. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من مؤهلات بيتزي، إلا أن النجاح ليس مضمونا. فالتكيف الثقافي والديناميكيات الداخلية للفريق من العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء. التوقعات عالية، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتعامل بيتزي مع التحديات الخاصة بكرة القدم الكويتية، وما إذا كان بإمكانه تكرار نجاحاته السابقة في هذا الوضع الجديد.